لحد ما يتشوي. وطبعا ايدي هتبقى فيه وهقلب كل شوية، هقلب زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. انا بعمل نفس الكلام ده وهو في الفرن. تقريبا ما اخدش منه وقت خالص، يعني تقريبا خد معايا من ربع لتلت ساعة، مش اكتر من كده. وكل شوية كنت بقلب. وعايزة اقول لكم كانت الفراخ مستوية جدا، وبصوا شكلها تحفة جدا جدا. وعايزة اقول لكم الفلفل كان طعمه احلى من الفراخ الف مرة. يعني الفلفل والبصل الخضار بتاعي يتاكل قبل الفراخ. كمان عملت هنا جنبه طحينة، وعملت وطبعا ده العيش، وعملت مكرونة محمرة اللي هي واحدة واحدة عشان الولاد يعني. والوصفة جدا كانت حلوة جدا وبسيطة. شايفين لونه حلو قوي قوي. الكاتشب والبابريكا والزيت بيدوله طعم حلو جدا وشكل ولون جميل قوي. الزبادي هو اللي مخلي الفراخ طرية معانا كده. طبعا الزبادي اساسي في التتبيلة بتاعة الشيش طاووق. لو ما حطيتيش زبادي